الله لا يوفقك. جابتي صدقني الله السحر على الساحه. طبعا هو هذا العمل فريد من نوعه، صارت بملابساته هوايه، يعني كون انه العمل بس نسائي. دوري بالمسلسل هي قارئة الفنجان توحة، حبيبة الكل وصديقة الكل، تقرأ لهم فنجان في سبيل طبعا تكذب عليهم على مود تاخذ الفلوس. العنصر النساء اللي كانوا وياي ممثلات وحلوات ونجمات وبطلات وقايدات مسلسلات كلش هواية، منهم ست زهور، سولاف، صبا، ميلاد، نجلاء، أماني، تمارة. كنت أتحدث عن النساء صديقات أو كل امرأة لها بالحياة مشكلة معينة أو عمل معين أو مواضيع معينة. هي قصص من الواقع أخذناها، إنه كل ابنة لها معاناة ولها أفكار ولها لوجية خاصة بها. مثلا عندنا أحد النساء هي البطلة عندها مركز تجميل، البطلة الأخرى عندها أتيليه ملابس، الأخرى عندها دكتور نفسانية أو بالجيم. كل المشاكل النساء الجمالية لها علاقة بالحالة النفسية الجمالية نتحدث عنها. اجتماعي كوميدي أكثر ما هو سياسي، نتحدث عن الإنترنت، عن الأزياء عند المرأة، عن إيقاف الفنجان. من هذه عدسة كاميرا يلا نريد نقول إنه العراق يستطيع أن يصنع الجمال من خلال الفن. هذا الجزء 30 حلقة هو في العراق، الجزء الآخر حيكون في اتفاق مع دبي. في العراق هي محطة لصنع الجمال رغم وجود رائحة البارود. العرض حيكون في رمضان في قناة العراقية. يلا حبيبتي سوي هذا الشغل نتلي على البيت. اوكي صار اطلع معاهم. لا اقعدي وحدي حطك وفاك. ومن وقت باربي ويانا كوافيرتي وحدي العجله الطاوله. فكره جديده وبنفس الوقت يعني عمل نسائي، فكره حلوه. وايضا احنا نتمنى تكون بقيه الاعمال بهالمستوى هذا، حتى العنصر النسائي ينطي الطاقة اللي بداخل. شخصيتي شخصية عالية اللي هي تكون صاحبة هذا المركز، وشخصية جديدة عليها بصراحة، يعني عندها زميلات، وأيضا بنفس الوقت هي قد ما تكون صاحبة هذا المركز ويعني عندها فلوس وعندها، لكن حالة الحظ ما متزوجة وتتمنى تتزوج، يعني تفاصيل حلوة بالشخصية. هي المرأة لها دور كلش قوي بالمجتمع، والعمل أيضا النسائي راح ينطي أكثر للمرأة وشخصيتها الكاملة بالمجتمع. ظهور علاء من كواليس مسلسل قلب التفاحة، والحمد لله شوفونا خلصنا.